هندسه هشطب شقتي محترمه بين نسبه الاشراف والباقات، مع العلم ان ناس كتير حذرتني من نسبه الاشراف عشان بيقولوا لي المهندس هيشتري اغلى خامات عشان تطلع له اعلى نسبه ربح. بص يا هندسه، مبدئيا مفيش نظام هندسي معترف بيه اسمه نظام الباقات. الانظمه الهندسيه المعترف بيها ثلاث حاجات: رقم واحد نظام المقايسه، او نظام الفيكسد كوست، دي اتعاب ثابته، او نظام نسبه الاشراف. انت دلوقتي سالتني على نظام نسبه الاشراف. بالنسبه للتخوف اللي موجود عندك ان المهندس هيصرف اكتر علشان نسبته او ربحه يزيد. مبدئيا انت ممكن تاخد اي فاتوره موجوده من ورانا احنا جبناها وتروح تسال عليها وتروح تسعر الفاتوره دي وتشوف احنا الخصم اللي بنجيبه لك من الموردين، بحكم ان احنا بنتعامل كتير في السوق وبحكم ان احنا الموردين اللي بنشتري منهم كميات بمبالغ كل شهر، فهو طبيعي بيديني افضل نسبه خصم علشان انا بشتري منه كتير. طيب بالنسبه للمصنعيات، المصنعيات يا هندسه بتتحدد على حسب كفء الراجل اللي هيجي يشتغل عندك. في صنايعي سيراميك بيشتغل ب 100 جنيه وفي صنايعي سيراميك بيشتغل ب 150 جنيه. ايه الفرق ما بينهم؟ جوده كل واحد فيهم والوقت اللي بيديه علشان يطلع احسن منتج فيهم. فانا اللي بضمنه لك ان انا بجيب لك احسن جوده بافضل سعر، وبرده بحكم ان الصنايعيه بيشتغلوا معانا كتير فهم طبيعي احنا بناخد منهم افضل سعر وكمان بتاخد افضل جوده. فبالتالي يا هندسه لو الشقه بتاعتك صرفت اكس، مع الخصومات اللي بتيجي النسبه بتقل، لانه طبيعي انت ما كنتش هتشتري بالاسعار اللي انا بجيبها لك ولا كنت هتعرف تطلع الجوده اللي انا بجيبها لك. فانت بتشتري راحتك في بيتك وبتشتري احسن جوده مقابل احسن سعر ممكن تدفعه.